في من يتهم المجلس الانتقالي بالتعاون والعمل مع بعض الأفراد الذي كانوا منضمين للقاعدة وداعش، هل هذا حقيقة؟ ما يصير نحن نقابح الإرهاب ونتعامل معه، ما يصير هذا. هل تعرف من هذا الشخص الذي أنت واقف جنبه؟ هذا الشخص هذا أنا يعني معروف أكيد، اسمه ناصر الشيبة. ناصر الشيبة ماشي على أي دليل أنه بالقاعدة أو داعش، وإذا في عليه دليل يتم القبض عليهم بشكل مباشر. هذا كان له دخل في تفجير اليو اس اس كو، السفينة الأمريكية. والله نحن يجيبوا لنا بس كذا يعني كلمتين صغيرة من السفارة الأمريكية أن هذا الشخص متورط، سنأتي به من أي موقع داخل اليمن أو خارج. طب إيش هو بيشتغل الآن في اليمن؟ يقول يعني مواطن ما بيشتغل. لأنه المعلومات التي وصلتنا أنه له دور فعال في المجلس الانتقالي وأنه ماسك وحدة في المجلس الانتقالي، فهل هذا صحيح أو لا؟ غير صحيح. هذا أتى يوم عندي وصور عندي صورة زي أي مواطن جنوبي، ما عندنا مشكلة.